الطريقة باختصار، هنجيب كوباية مليانة مية، والكوباية دي هنقرأ عليها سورة الفاتحة بالطريقة اللي هقول لكم عليها 7 مرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الناس أصيبت بسحر وقعدوا يتعالجوا منه فترة طويلة جدا، وبيسألوا سؤال متكرر: أنا عاوز أعرف مين اللي عمل لي السحر، أعرف إزاي؟ لو عاوز تعرف مين اللي عمل لك السحر اسمع الفيديو ده للآخر. هنقول قاعدة مهمة جدا: مفيش طريقة مؤكدة بنسبة 100% هتعرفك مين اللي عمل لك السحر إلا بطريقتين: إن أنت تشوف بعينك حد بيدفن لك حاجة وتمسكها وتفكها وتلاقي اسمك مكتوب وتعرف مين الشخص اللي كان بيدفنها، أو إن حد يجي بنفسه ويعترف لك إن هو اللي عمل كده. أما عن طريق حد من المعالجين سواء بالقرآن أو معاه خدمة من الجن، لازم نتأكد ان الجن بيكذب، وممكن يوقعك في مشكلة اكبر، ان انت تتهم حد قريبك او صديقك او شريكك وتقع في اثم كبير. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولكن في طريقة مجربة احنا بنستخدمها مع بعض، ولكن ليست أكيدة. انت ممكن يكون عندك مجموعة من الأشخاص اللي تشكك فيهم، هي ممكن ترجح لك حد من هؤلاء. الطريقة باختصار، هنجيب كوباية مليانة مية، والكوباية دي هنقرأ عليها سورة الفاتحة بالطريقة اللي هقول لكم عليها 7 مرات. هنقول كده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زي ما قلت لحضراتكم، سورة الفاتحة 7 مرات. هنقرب المية من بقنا علشان ننفث في هذا الماء، وبعدين هنقرأ بداية سورة البقرة، آية الكرسي 7 مرات، خواتيم سورة البقرة 7 مرات، هنقرأ سورة الفلق 7 مرات، سورة الناس 7 مرات، وبعدين هنشرب المية دي وهننام. وساعتها إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبصرك في رؤيا وترى من فعل بك هذا السحر. ولكن زي ما قلت لحضراتكم، ليس دليل على الاتهام ان انت تتهم شخص وتتأكد ان هو اللي عمل السحر، ولكن علشان تقدر تتعامل مع الموقف، ان انت تشوف مكان تاني، ان انت تحاذر من هذا الشخص فقط لا غير. انما طريقة مؤكدة 100% ان الشخص ده تشوفه بعينيك وهو بيدفن لك السحر، او ان الشخص ده يعترف لك ان هو تاب واناب ورجع لربنا سبحانه وتعالى وعاوز يكفر عن ذنبه، فجاي يعترف لك علشان تسامحه بسبب السحر اللي هو عمله لك. ربنا يشفي كل مريض ويعافى كل مبتلى ويهدي المسلمين اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.